ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل شوية فطير مشلتت. ب2 كيلو دقيق هنعمل 4 فطرات مشلتت كبار. يعني عايزة اقولك انك لو اول مرة تعملي فطير هتعمليه حلو خالص. لو اول مرة بتعملي فطير هتعمليه حلو خالص، هيعجبك قوي وطريقته حلوة خالص وسهل. وزي ما انت شايفة مورق كله ومستوي من بره ومن جوه، طري خالص. ما تتخيليش، عامل زي الجلاش، بيدوب بيدوب دوبان في البق. يلا بينا نبدأ الطريقة. معايا نص كيلو دقيق، ومعايا معلقة سكر كبيرة، ومعلقة ملح ممسوحة صغيرة، معلقة صغيرة خالص. دي معلقة سكر كبيرة، وكنت حاطة يعني قولي نص معلقة ملح. انا هكتب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. طبعا انا عاملة 4 مقادير، يعني المقدار الفطيرة نص كيلو دقيق، يعني فطيرتين بكيلو دقيق. حطيت معلقة سكر، ومعلقة ممسوحة ملح، وحطيت كوباية مية من الكوبايات بتاعة الشاي بتاعة البيت اللي هي 200 ملي. سبتهم يدوبوا مع بعض في المية، وهنزل نص الكيلو دقيق معلقة معلقة. نص كيلو دقيق انزلهم معلقة معلقة. ليه؟ عشان انا عايزة الدقيق يتعجن كويس، فبنزل واحدة واحدة. كل ما يختفي الدقيق انزل عليه تاني، وبعد كده هسيبه يتعجن حوالي 10 دقايق. ليه؟ عشان انا عايزة ياخد راحته في العجن. الفطير لازم يتعجن كويس. خلاص يا حبايبي، يبقى كده احنا عرفنا ده مقدار. انا عملت 4 مقدارات، 4 مقادير. ده اول مقدار زي ما انتوا شايفين كده. حبيتي تلاقيتيه العجينة طرية قوي، حط لها معلقة دقيق. زي ما انا هعمل معلقتين 3، حسب ما انت بقى هتشوفي الدقيق هياخد منك قد ايه. على العموم برضو هقول لكم المقادير بالظبط والمعيار بالظبط، إيه اللي انا قل عندي وايه اللي زاد. كل حاجة هكتبها لكم بالظبط. طبعا هنا انا رفعت زي ما انتم شايفين، لقيت انها طرية خالص العجينة. يبقى كوباية المية عن نص كيلو كتير، يبقى احنا نحط نص كوباية ونزود الباقي واحدة واحدة. طبعا اضطريت ان انا احط دقيق تاني، لكن ما حطيتش مية. انا حاطة المية دي للمقدارات اللي جاية مش للمقدار ده. انا هبدأ احط دقيق معلقة معلقة لغاية ما اظبط العجينة بتاعتي، وهوريكي القوام السليم. واحدة واحدة هتعرفي تعملي فطير مشلتت بطريقة سهلة وبسيطة. ادي اول معلقة، تاني معلقة، كده انا لقيت العجينة بدأت انها ايه، تخلع من خلاص. يبقى هي خدت نص كيلو ومعلقتين. بصي عملت عرق ازاي، حلو خالص حلو خالص. هو انا جاي بستعمل دقيق متعدد الاستخدامات، مش بستعمل حاجة معينة. دقيق سايب بجيبه من عند العطار سايب، عشان برضو تبقي عارفة. خلاص انا كده هنا عجنت بقية المقدارات كلها بايديا. خلاص يا حبيبتي، عشان تبقوا كل الامور واضحة قدامك. واحدة بواحدة هتقدري تعملي فطير بطريقة سهلة وبسيطة. كده جبنا اول واحدة عملناها عشان هي اكتر واحدة ريحت. زي ما انت شايفة العجينة ما بتلزقش في الايد، وناعمة خالص. ناعمة لانها معجونة كويس. اهم حاجة انك تعجني الدقيق، تعجنيه عجن كتير. يعني لو بايدك يبقى ربع ساعة. خلاص، ادينا حطينا على الرخامة دقيق، وفوق
ال الفطيرة دقيق. ليه؟ لان انا مش عايزاها تلزق مني. انا بحط الفطير الكتير ده وبعد كده الدقيق الكتير ده بنفضه بعد كده. زي ما انتوا شايفين انا بنفض الدقيق ده بعد كده. معاكي بقى اي حاجة بتفردي بيها، اي فرادة، اي مردنة، ده عود بفرد بيه انا على طول، عاملاه مخصوص للفطير اهو. بصي بصي لازم تحطي دقيق. شايفة لما قللت الدقيق حصل ايه؟ تقلل الدقيق يلزق العجين كله ببعضه. احنا نحط دقيق وننفض براحتنا بعد كده. خلاص يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين بنلف على العود ونفرد. نلف زي ما انتوا شايفين واوسع بايديا، افرد واوسع بايديا. سهلة خالص. ما عرفتيش تعملي كده مفيش مشكلة. اعملي بايه؟ اعملي بايديكي، اعملي باي فرادة من اللي هي بعصاية كده بتفرد. الفرادات اللي هي بتتفرد اللي بتتباع دي بره، في كل متوفرة في كل مكان. بصي العجينة بتهودني ازاي. ليه؟ ليه العجينة بتهودني؟ عشان معجونة كويس. اي حتة قطع سديها. ليه؟ عشان لما احط السمنة ما تنزلش. زي ما انتم شايفين انا مش هفردها اكتر من كده، وهتشوفي دلوقتي هتمط معايا وتوصل ازاي، وانا بلفها هتروح فين وتيجي منين، وشوفي السهولة كلها. ادي هنا معايا زبدة على زيت. طبعا انت تقدري تحطي زبدة على سمنة، تقدري تحطي سمنة على زيت، تقدري تحطي زبدة على زيت زي ما انا عاملة. انت براحتك. تقدري تحطي زيت سادة يعني يكون ملوش ريحة، ويكون كمان تأكدي ان الفطيرة هتطلع ناشفة او مقرمشة. الزبدة دي بتدي طراوة، بتدي طراوة حلوة خالص للمشلتت. واحدة واحدة كده هندهن الأول السطحية، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. تابع الفيديو واحدة بواحدة عشان ما يفوتكيش حاجة مهمة وتتفرجيش عليها وترجعي تقولي حصل غلط. لا، تابعي الفيديو اتفرجي عليه من أوله لآخره، هتعملي أحلى فطير مشلتت. زي ما انتم شايفين احنا بندهن حتة حتة، ما بنسيبش ولا حتة. ليه؟ عشان اللي مش هتدهنيه هيلزق في بعضه، اللي مش هتدهنيه مش هيورق. يبقى احنا ناخد بالنا ان احنا كل ما ندهن كل ما هيورق. ما تكتريش، ادهني بالفرشة زي ما انا بدهن. اديني كده بدهن بالفرشة ومش هكتر، يا دوبك دهنة. واحدة واحدة، مفيش حاجة مش هتعرفي تعمليها، بس ايه واحدة واحدة واتبعي التعليمات ومحدش اتولد عارف حاجة، كلنا بنتعلم من بعض. بس كده خلاص انا دهنتها. هبدأ بقى اني لو يعني لو زي ما انتم شايفين كده، معلش. نبدأ بقى ننفض الحتة اللي تنيناها دي عليها دقيق زي ما انتم شايفين. هبدأ انفض الدقيق. ليه؟ عشان ادهن السمنة تخش في العجينة مباشرة، ما يبقاش فيه فاصل بين العجينة والزبدة او السمنة. يبقى ايه؟ من العجينة على السمنة على طول، ما يبقاش الدقيق عامل حاجز. خلاص ننفض الدقيق بايدينا. هتشوفي بنفسك دلوقتي وانا ماسكه العجينه، الدقيق هنفضه كده زي ما اكون ماسكه قماشه وبنفض من عليها الدقيق. العجينه رايحه وجايه معايا زي ما انا عايزه، زي ما انا عايزه. تابعي الفيديو لاخره، اتفرجي عليه، الفيديو كله مهم وفيه حاجات مهمه جدا عشان تظبطي بيها. بصي انا كده ايه، تانية ده لسه بدري. زي ما انت شايفة كده، انت هتشوفي دلوقتي الفطيرة معاكي بتتعامل بطريقة تجنن، مش هتصدقيها انت، كأنك فلاحة بالظبط.
تقدري تعملي الفطير وتحشيه كمان. بصي انا نفضتها وهبدأ احشي. انت ممكن في اللحظات دي انك تحشي الفطير اي حاجة بعد ما تدهنيها طبقة سمنة طبعا وهي مفرودة، تحشيها وتطبقيها على ال4 تركات تطلع مربعة، تحشيها كل اللي انت عايزاه. بس يا ريت الحشو يكون مفيهوش سوائل، لازم الحشو ما يكونش فيه سوائل عشان يطلع حلو معاكي. واخده بالك؟ قطعة كبيرة زي كده تطلع لك فطيرتين محشيين. وهنعمل مع بعض الفطير مشلتت المحشي. لو عايزين ده اكتبولي في الكومنتات، لو عايزين فطير محشي اكتبولي في الكومنتات ونعمل مع بعض فطير محشي بالسجق وباللحمة المفرومة وبالجبن والميكس جبن ونعمله كمان بالبسطرمة. بصوا بقى انا عملت ايه. بصوا الحركة اللي جاية دي هي اللي فيها الكلام كله. طبعا انت كل ما بتدهني كل ما الفطيرة ما تاخد دهن بتبقى معاكي سلسة قوي. بصي خلاص دي اخر تطبيقة وهتشوفوا بقى الفطير وجماله. طبعا انا مبطئة الفيديو عشان اوريكي واحدة واحدة، ما تفوتكيش حاجة ولا سرع حاجة تفوتك. لازم تبقي عارفة كل حاجة بالتفاصيل، لازم تتفرجي على الفيديو بالتفاصيل عشان لما تقومي تعملي حاجة تقومي تعمليها صح. انا لما بوصف لك حاجة عايزاكي تطلعي احسن من اللي انا عملته، لازم. بصي بقى ابدأ بقى ارول، يعني اللي انا عملته ده ارولو. خلاص كده انا مش بدهن. ليه؟ كل حتة بنزلها على حتة سمنة. بصي برول واسحب. بصي الفطيرة ارول واسحب. طبعا الطبقة كل دي طبقات، اما انت فاكرة ايه؟ كل ده طبقات فوق بعضيها يا ستي، ويطلع لك احلى فطير مشلتت ما تتخيلهوش. مش هتصدقي انك انت اللي عاملاه. هيجنن الكل، هتبهري بيه الكل وعلى ضمانتي. احلى تسوية تسويها في الصواني الألمونيا. احلى تسوية تدهني الصينية وتدهني الفطيرة من فوق ومن تحت. بصي تسيبيها بقى تريح نص ساعة ساعة، مش هيجرى حاجة طالما انت دهنة وشها كويس. بصي العجينة بتعمل ايه معايا. بصي العجينة حتى لو حتة اتقطعت بلمها وداريها من جواها كده واخليها ايه زي ما انت شايفة كده، ولا يهمك اتقطعت هنداريها ونظبطها وهتطلع برضو فطيرة حلوة. مش هيبقى باين فيها اي مشكلة. زي ما انت شايفة احلى فطير مشلتت هيتعمل في البيت. الفطير المشلتت بقت اسعاره عجيبة يا جماعة. فطير المشلتت الفطيرة ب100 جنيه، فطيرة بالسمنة البلدي ب100 جنيه. ليه يعني؟ ده انتي تعملي احلى فطير. احلى فطير كيلو دقيق ب18 جنيه ولا ب20 جنيه، تعملي فطيرتين كبار تفطروا بواحدة وتتعشوا بواحدة. ويا سلام بقى لو حشياها تنفع غدا، تنفع للعزومات، تنفع هدية. يعني ينفع انك تجيبي تجاملي ناس بفطير مشلتت. فيعني الفطير المشلتت ده لا، ده روحنا احنا كمصريين ما بنستغناش عنه. زي ما انتوا شايفين هبدأ ارول وافرد وهي ملفوفة. زي ما انتوا شايفين بصوا بتكبر ازاي وهي ملفوفة. وبرضو ارش دقيق عشان يا جماعة ما تلزقش مننا. تلزق مننا يا جماعة خسارة. لازم طالما انتي ما بتعرفيش تعملي فطير بالعود لازم ترشي دقيق كتير وانت شغالة بالعود او بعصاية او باي حاجة عندك نظيفة. ترشي دقيق كتير. بعد كده انفضيه، سهلة قوي في النفض. بس لازم يبقى تحت الفطيرة دقيق وفوقيها دقيق. بص انا عمالة ارش في تحت وفوق ازاي وبرضو بتلزق مني. بس ما بيهمنيش، انا طول ما انا شغالة لا قطع بيضايقني
ولا لزقة بتضايقني. وزي ما انتم شايفين اروح جايبة الدقيق من تحت ومن فوق اظبطه ولا بيهمني. ليه؟ لان اللي مش هيغلط مش هيتعلم. اغلط واعدل تاني مرة وتالت مرة، وواحدة واحدة تبقي بروفيسيرة في كل حاجة، مش في الفطير المشلتت بس يا جماعة، في كل حاجة. وحاجتك اللي بتعمليها لأسرتك حاجة تانية، حتى لو طلعت مش على قد كده بتبقى أجمل بكتير من اللي بره. وربنا يا رب يبارك في أعمال إيديكم. بصي أنا بنفض بقى ليه؟ عشان هدهن كده أنا هدهن، يبقى أنا لازم أنفض الدقيق زي ما انتوا شايفين. لازم أنفض الدقيق عشان خاطر الفطيرة ما يبقاش في عازل بين العجينة والزبدة. لازم تنزل على العجينة عشان خاطر تورق. فهمتوني يا جماعة؟ تقدري بايديكي كده وتروحي لو تعرفي تلفيها في الجو وتنزليها ما يجراش حاجة، زي ما تحبي. لو بتعرفي تعملي كده، انا عن نفسي مش بعرف. بس كده. وبرضو احنا مش حاطين زبدة كتير، خدي بالك انا مش حاطة زبدة كتير، وحاطة كمان كوباية زبدة، وحاطة ربع زيت. ليه؟ الزبدة بتدي طراوة، والزيت بيدي من بره قرمشة، تبقى الفطيرة طرية وملزلزة كده من جوه، ومن بره مقرمشة وحمرة. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي مشكلة، مفيش اسهل من كده. بالسمنة البلدي، بالزبدة البلدي، بزبدة صناعي، زي ما تحبي. اشتغلي بالامكانيات اللي عندك. بس هي صراحة للأمانة يعني، هي بالسمنة البلدي في حتة تانية، وبالزبدة البلدي في حتة تانية، بيبقى ريحة الفطير المشلتت وطعمه مختلف خالص. ولكن لو يعني ما فيش هنقف، لا، نشتغل باللي معانا، نعمل خليط ميكس من ده ومن ده. يعني انت لو عندك معلقتين سمنة بلدي حطيتيهم على زبدة نباتي، هتبقى برضو ريحتها حلوة وطعمها حلو. بصي انا هنا، بصي بنفض وبمط العجين زي القماشة. بصي قطعت ازعل؟ لا. اتضايق؟ مش ممكن. ليه؟ لان كل ده هيتدارى. بصي كل ده هيتدارى. اهم حاجة ان انا ادهن كويس وانفض الدقيق، وهتطلعي احلى فطير مشلتت. ليه؟ لان مفيش اسهل من الفطير المشلتت على فكرة. كل الناس كانت مصعباه، معرفش ليه. ده مفيش اسهل من الفطير المشلتت. لو انت اول مرة تدخلي المطبخ واول مرة تعملي عجين، هتعرفي تعمليه، وده على ضمانتي. هتعرفي تعمليه وهيبقى احلى فطير مشلتت. وهتشوفي سهل خالص، غير الكور بقى اللي ادهن ورص فوق بعض وفوق بعض، ده بيبقى مرهق جدا. لكن دي قطعة واحدة وهتفردي فردة واحدة وخلصنا. هتتنيها فوق كده 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 على 3 مرات، وبعد كده هتعمليها رول. اتفرجي على الجمال، هتلاقيها مورقة ولا 10 مرات، هتلاقي 10 طبقات. بصي هنا لازم انفض، وبأكد عليكم لازم انفض عشان خاطر الفطيرة تورق. لو ما نفضتش مش هتورق. لازم انفض الدقيق. طبعا انا عشان خاطر مش هينفع اشيلها وهي كبيرة خالص، يعني هي اكبر من الصورة كده، عشان انا مصورة من بعيد، فانا مش هقدر اشيلها كلها بايدي، فبضطر اشتغل على الدقيق. بس بنفض اهو، بصي كل تانية بنفض. واخدين بالكم عشان تعرفي. وبرضو زي ما بقول لكم كده، انا بدهن بالفرشة، يعني مش بغرق الدنيا يعني. بدهن بالفرشة حاجة بسيطة كده. وبعد كده هجيب صينية واحطها فيها برضو
وتسيبيها تريح. لازم تسيبيها قيمة نص ساعة يعني، زي ما انت شايفة. بصي الرول ده، بعد كده تعمليها زي الكورة، وبعد نص ساعة تريح، تروح معاكي زي ما انت عايزة ترفعيها رفعيها، عايزة تخليها تخينة تسيبيها تخينة، زي ما انت عايزة، زي ما تحبي، زي ما انت عايزة. اعملي اللي انت شايفاه صح، واللي انت برضو ترتاحي له. في ناس ممكن ترتاح للطريقة دي، وفي ناس لا، مش هترتاح لها. برضو جربي، مش هتخسري حاجة. بس فعلا فكرة تجنن فعلا. مفيش حد داق من الفطير ده يا جماعة الا وقال لي يجنن. فطير تحفة تحفة تحفة. هيعجبكم خالص لو جربتوه، هيعجبكم جدا. بس لو سمحتي امشي على كل الوصفة بالكامل. يعني ما تقوليش لا انا هكمل من دماغي. لو سمحتي اتفرجي على الفيديو للاخر عشان تبصي. بصي انا القطع كله حطيته من تحت. خلاص كده. اوريكم برضو واحدة تانية عشان تبقوا عارفين. اهي، بصي العجينة زي العسل، ومفيش لزقان، ما بتلزقش، طرية خالص. بس زي ما انت شايفة كده، اهم حاجة انك انتي ما تخليش حتة ما فيهاش دقيق. الدقيق ده اهم حاجة، هو اللي بيخلي العجينة سهلة معاكي، هو ده اللي هيسهل العجينة معاكي. اهم حاجة يبقى جنبك طبق مليان دقيق، عشان تاخدي منه وترشي، تاخدي منه وترشي. طول ما انت حواليكي دقيق، العجينة هتبقى ماشية معاكي زي الملبن، لا هتلزق ولا هتعمل مشكلة، وهتبقى حلوة قوي. بصي انا العجينة وانا بعمل بايدي، بصي شغالة، يعني بايدك شغالة، بالعود شغالة، بمردانة شغالة، يعني بفرادة من الفرادات الصغيرة اللي بتتباع في السوق دلوقتي مالية الدنيا، شغالة، ما تقفيش. بس ادي الفطير، الفطير المشلتت، ولا اسهل من كده. بصي فطيرة العجينة زي ما انا بوديها بتروح، زي ما انت شايفة اهو. بصي برميها يمين تروح يمين، شمال شمال، ورا قدام، ما تتخيليش. يعني عجينة روعة، من اسهل العجاين ومن اروعهم. عجينة الفطير المشلتت سهلة ومفيهاش اي تكاليف، هي التكاليف اللي فيها حتة السمنة ولا الزبدة وبس، لكن ولا اروع من كده تاني. هتعجبكم خالص، طريقة سهلة خالص وبسيطة جدا، وهتخليكم تطلعوا فطير مشلتت حلو وناجح من اول مرة. من اول مرة تقدري تعملي فطير مشلتت، حتى لو انت ما دخلتيش المطبخ ولا عجنتيش قبل كده خالص. خلاص كده انا هدهن الفطيرة دي، وبعد كده ايه، هبدأ اتنيها وارولها في الاخر زي الاولانية بالظبط. بس بصي انا ما بغرقش الدنيا سمنة، مش بغرقها انا، يا دوبك بس بمسحها، اتأكد انها متشربة الحتة، اتأكد. بصي انا بطبطب، بصي يعني مش مغرقاها، مش بكب بايدي كده ولا كب بكوبايه ولا لا 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 لا، عشان برضو تبقى حلوه وفي نفس الوقت خفيفه، ما تبقاش تقيله، ما تبقاش سمينه، ما تبقاش دسمه. لا انا برضو عايزه، لكن لو لاطفال ماشي، اعمليها زي ما انت عايزه. لو عايزاها كلها دسم عشان تغذي بيها اولادك، مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين كده، بصوا انا بتني، بس كده. انا موعودة بالقطع، مفيش مشكلة، زي ما انت شايفة كده. قطع ده ولا يهمك، ولا تشغلي بالك بيه خالص، هو هيتدار دلوقتي في التانية وهتشوفي.
بس. وبعد كده هتروحي تروليه كله وتبقى زي اسطوانية. ما تتخيليش كل ده هتبقى طبقات مورقة، يعني انتي قفلتيها على 4 مرات، وبعد كده عملتيها رول، وبعد كده بتبططيها. الرول ده خديلك بتاع 10 رقات لوحده، الرول ده ماشي، و4 يبقى بتاع 14 طبقة. لو كنت هتعمليهم بالكور كارثة، ويا عالم بقى هيطلع معاكي مظبوطة مش مظبوطة. لا لا، ده اريح بكتير، وطريقة سهلة خالص وبسيطة خالص، ومش هتطول عليكي. انا بشرح الفيديو ومطولاه عليكم شوية عشان خاطر انا عايزاكي تطلعي حاجة ناجحة، ما يبقاش فيه مشكلة في اي حاجة. وزي ما انت شايفة في كل حاجة بوريها لك ان انا بنفض الدقيق. نفضي الدقيق، اهم حاجة الدقيق، عشان الدقيق هو اللي هيبقى فاصل بين العجينة وبين الزبدة، فمش هيديكي توريقة، هيعجن. واخده بالك؟ هيعجن. طول ما انت هتمشي بالظبط هتطلع معاكي حاجات تجنن، هيطلع حلو خالص وهتعجبك خالص، وهتاكلوها بألف هنا وشفا. بس كده خلاص، مفيش سمنة كتير، بندهن بفرشة عشان ما ناخدش كميات كبيرة. واخده بالك؟ بندهن بفرشة. بس هجيب صينية هدهنها دهنة حلوة عشان خاطر، بس كده. كده بقى تبقى مدهونة من ورا ومن قدام. وادي بعد ما ارتاحت بططناها، وزي ما انتوا شايفين قدامكم هندخلها في فرن ونوريكم بعد كده. وادي حبايبي بعد ما طلعت من الفرن، ولا اروع من كده. صدقوني الاضاءة ظلماهم، الاضاءة ظلمة الفطير جدا. جميل جميل جميل. اتظلم في الاضاءة، الاضاءة عندي مش حلوة خالص، ظلمت الفطير خالص. الفطير طالع زي العسل، وطالع مورق توريقة جامدة، وزي ما انتم شايفين. بس انا اللي ماسكة التليفون لنفسي، فمش عارفة اقطع ولا اوريكم الطبقات، وهو كان لسه سخن. يا رب يعجبكم الفيديو، ويا رب ينال اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسلام يا حبايبي.